ملك كان عنده ملك مفيش حد في الدنيا دي كلها عنده زيه، ده غير ان هو كان بيتحكم في الجن والطير والحيوانات وبيفهم لغتهم. كان شديد الذكاء والفطنة وبيحكم بالعدل بين الناس، ولما مات محدش عرف ان هو مات غير بعد سنة. الملك ده هو نبي الله سليمان عليه السلام. أنا بعتذر عن القطعة الطويلة، ولكن الحمد لله رجعنا. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير، ويلا بسم الله نبدأ القصة. ورد في سليمان عليه السلام ملك نبي الله داود، وده تم ذكره في القرآن الكريم. والوراثة دي ما كانتش وراثة مال، إنما كانت وراثة ملك ونبوة. نبي الله سليمان هو النبي الوحيد اللي ورث من الأنبياء، وظهرت معجزات عجيبة لسليمان عليه السلام. ومن معجزاته إن هو كان بيعرف لغة الطير، وجاء ذلك في سورة النمل. قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك. وقال سليمان لقومه: يا أيها الناس علمنا وفهمنا كلام الطير وأعطينا من كل شيء تدعو إليه الحاجة، إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياه لهو الفضل الواضح الذي يميزنا عن من سوانا. تخيل معايا إن مفيش في الدنيا كلها ملك أعظم من ملك سليمان عليه السلام، لا في الناس اللي سبقوه ولا دلوقتي ولا حتى في اللي هيجي بعد كده. كان بيقدر يتحكم في كل حاجة تقريبا. وتم ذكر اسم نبي الله سليمان عليه السلام في القرآن 17 مرة. ومن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لسليمان وما سخرهاش لحد من قبله ولا من بعده الجن. جميع الجن كانوا مسخرين لسيدنا سليمان. وللي ما يعرفش ان الجن وقبائل وليهم اعمال ووظائف، فمنهم البناء والغواص والنحات. وكان سليمان عليه السلام يحكم ما بينهم بالعدل. والأهم إن سيدنا سليمان كان يجازي المحسن من الجن على إحسانه، وفي الوجه الآخر كان يعاقب اللي بيسيء منهم على إساءته. وده غير إنه كان بيعاقب الجن اللي بيأثر في أعماله والجن اللي بيتمرد على أمره، وبيكون العقاب بتجبيل الجن والحبس بالأغلال. وكان نبي الله سليمان بيستخدم الجن في حاجات كتير مختلفة، ومن أهم الأعمال اللي استخدم نبي الله سليمان فيها الجن كانت بناء المساجد. وكمان كانوا بينحتوا التماثيل على هيئة النسور والعقبان بالقرب من كرسي نبي الله سليمان. ده غير ان هم كانوا بينحتوا تماثيل على صور الانبياء وعلى شكل الملائكة، وده عشان الناس تشوف العبادة كانت ازاي وتقتدي بيها. وطبعا التماثيل وقتها كانت غير محرمة، ولكن تم تحريمها في الشريعة الإسلامية خوفا من ان الناس تعبدها من دون الله. وكانت التماثيل دي يا اما تصنع من الرخام او تصنع من النحاس. والجن كانوا بيصنعوا جفان، والجفان دي يعني الاواني والاحواض الكبيرة في الحجم. وكانوا بيعملوا قدور راسيات لا تزول عن أماكنها من عظمتها وكبر حجمها. وقال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وربنا سبحانه وتعالى سخر لنبي الله سليمان شياطين كان بيستخدمهم فيما يعجز عنه غيرهم. فكانوا بيغوصوا في البحر وبيستخرجوا اللآلئ والجواهر، وكانوا بيشتغلوا في صناعة أي حاجة نبي الله سليمان عايزها، وما يقدروش يمتنعوا في اللي هو عايزه. حفظهم الله له بقوته. فقال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كان نبي الله سليمان بيتحكم في الرياح تجري بأمره، وكان بينتقل بجيوشه باستخدام الريح. فكان عنده بساط مصنوع من خشب هائل، فلو عايز يتحرك من مكان لمكان كانوا بيركبوا فوق الخشبة أو البساط ده، وكانت الرياح هي اللي بتنقلهم. فتخيلوا إن المسافة اللي كانت بتستغرق شهر كانت الرياح بتقطعها ما بين الفجر والظهر، ولو حبوا إن هم يرجعوا فكانوا بيرجعوا ما بين الظهر والمغرب. وقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر
وكان سليمان عليه السلام بيحب الخيول، وخاصة الخيل الصافن. الخيل الصافن هو الخيل اللي بيقف على 3 رجول وبيرفع الرجل الرابعة، يعني بيضع بس الحافر على الأرض وكأنه واقف متبختر، وكان من أجود أنواع الخيول. وكانت الخيول اللي بينقيها بتكون من النوع ده. وفي نوع كمان وهو الجياد السريع. يقول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. في الرواية انه اتعرض على نبي الله سليمان استعراض بالخيول الجياد السريعة والصافنات، وكانت اكتر من 20,000 جواد. وطال الاستعراض وانشغل نبي الله في العرض حتى فاتوا وقت صلاة، وقيل انها كانت صلاة العصر. فلما غابت الشمس انتبه نبي الله سليمان وقال: انا احببت الخيول عن ذكر الله حتى غابت الشمس. فامر ردها عليه وبدأ يمسح الخيول ويستغفر الله عز وجل لإعادتها إلى الجهاد. يقول الله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اتجوز نبي الله سليمان وتعددت الأقاويل والروايات في عدد زوجات النبي، فقيل إن هو اتجوز 1000 امرأة، وقيل إن هو اتجوز 100 امرأة، وقيل إن هو اتجوز 90، وقيل 70. وذكر في صحيح مسلم إن هو اتجوز 90 امرأة. وذكر في صحيح البخاري قال سليمان بن داود: لأطوفن الليل على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو أصح. ومعنى الكلام ده إن في يوم من الأيام أقسم نبي الله سليمان عليه السلام وقال: لأطوفن الليل على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، يعني هيخلف من كل واحدة منهم طفل يجاهد في سبيل الله. ولكنه ما قالش إن شاء الله، فطاف عليهم وكان ربنا سبحانه وتعالى رزق القوة لذلك، ولكن ما حملتش منه إلا امرأة واحدة وجاءت بشق رجل، يعني طفل بدون إيد أو رجل. يقول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أنعم الله تبارك وتعالى على نبي الله سليمان بالعديد من النعم والمعجزات، وكان منها تسخير مملكة الجن ليه علشان يخدموه ويطيعوا أوامره. وكمان نبي الله سليمان كان بيفهم لغة الطيور والحيوانات. وفي يوم من الأيام كان نبي الله سليمان عليه السلام ماشي بالموكب بتاعه، واللي كان بيتكون من الجن والإنس والطيور، وكانوا بيمشوا في مجموعة وبنظام وترتيب بحيث إن محدش يتجاوز مكانه أو منزلته أو وظيفته اللي هو مسؤول عنها. وكان وقتها في وادي من النمل في طريق الجيش، وكان النمل منهك في أعماله اليومية المعتادة، وكانت في نملة مسؤولة عن مراقبة الطريق لسلامة وادي النمل. فشافت الموكب المهيب اللي جاي عليهم واللي كان بيضم نبي الله سليمان وجنوده، وكان الموكب بيقرب منهم. فصرخت النملة بأعلى صوت لإخواتها من النمل إنهم يدخلوا بسرعة لمساكنهم علشان ما يتعرضوش للأذى من موكب نبي الله سليمان. فسبحان الله سمعها نبي الله سليمان وابتسم وأمر جنوده إن هم يمشوا بشويش علشان النمل يلحق يدخل مسكنه وما يتعرضوش لأي أذى. وقيل إن هو وقف جنوده في مكانهم لحد ما النمل يدخل مسكنه، والله أعلى وأعلم. وقال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
وفي يوم من الأيام اجتمع سليمان بجنوده ولكنه ما شافش طائر الهدهد، فقال إذا لم يأتي سيتم ذبحه أو تعذيبه، ولكنه لو جاء بعذر مقنع سيتم العفو عنه. وبعد شوية جه الهدهد ووقف بين يدي نبي الله سليمان يعلن الطاعة والسبب اللي خلاه يتأخر. فأكد الهدهد لسيدنا سليمان إن هو لما كان طاير في الآفاق بعيدا رأى مملكة تسمى سبأ. وفي حاجة مهمة لازم يعرفها، سبأ موجودة في اليمن وكان ما بينها وما بين ملك سيدنا سليمان مسافة شاسعة. وكمل الهدهد لسيدنا سليمان وقال إن في امرأة اسمها بلقيس بتحكم سبأ، ليها سلطان عظيم وعندها عرش بتقعد عليه للحكم. العرش ده ضخم جدا ومرصع بالجواهر واللآلئ المميزة لدرجة إن هو ملوش مثيل، وسكان المكان ده بما فيه الملكة مش على دين الله وإن هم بيعبدوا الشمس وبيسجدوا ليها. سمع نبي الله سليمان كلام الهدهد وقال إن هو هيتأكد من صدق كلامه. يقول الله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بعد ما اتأكد سيدنا سليمان من كلام الهدهد واللي قاله عن مملكة سبأ والملكة بلقيس، بعت سيدنا سليمان رسالة إلى الملكة واداها للهدهد علشان يوصلها ليها. وكان مكتوب في الرسالة إن هم يخضعوا لحكم سيدنا سليمان ويسلموا ويؤمنوا بالله، ولكنه حذر الهدهد من إن أي حد يشوفه وأمره إن هو يستخبى ويشوف رد فعل الملكة بلقيس. فجمعت بلقيس جماعتها وحاشيتها وشاورتهم في الأمر لأنها مش بتعمل حاجة إلا بالشورى، وكان ردهم عليها إن إحنا قوم أقوياء ومحدش يقدر يقف قدامنا والأمر ليكي. قالت إن الملوك لما بيحتلوا بلد بيفسدوها وبيخلوا ملوكها أذلة، وإن الحرب لا تأتي إلا بالدمار على الشعب والبلاد، وهي مش عايزة القرار ده. وقررت إنها تبعت هدية للملك سليمان وتنتظر رد فعله عليها. بعتت فعلا الملكة بلقيس وفد عظيم من سبأ للملك سليمان وقالوا له ان احنا مش عايزين نخضع ليه ولكن دي هدية وعلامة صلح، وكانت بعتاله مجوهرات ومال ظنا منها ان هو ملك عادي ممكن تغره الاموال والمجوهرات. فغضب سيدنا سليمان عليه السلام وقال مستنكرا ومتحدثا بأنعم الله عليه: أتمدونني بمال ترضية لي؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والأموال الكثيرة خير وأفضل مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بالهدية التي تهدى إليكم لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بها. وقال سليمان عليه السلام لرسول سبأ: ارجع إليهم فوالله لنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بمقاومتها ولنخرجنهم من أرضهم أذلة وهم صغيرون. والكلام ده لو ما انقادوش لعبادة الله وحده وتركوا عبادة من سواه. وفكر سيدنا سليمان عليه السلام في حيلة تخلي بلقيس ملكة سبأ واللي معاها يعرفوا إنه بيتمتع بالقوة اللي ربنا اداهاله. في الوقت ده كانت بلقيس جاية لنبي الله سليمان، فوهو مستنيها قال لأعيانه: من يأتيني بعرش بلقيس العظيم الموجود في سبأ قبل أن تأتي هي ووفدها؟ فرد عليه اللي عنده علم من الكتاب وقال له: أنا آتيك بهذا العرش قبل ارتداد أكفانك، يعني قبل ما ترمش العرش هيكون عندك، وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه، آتي به كما هو لا أنقص منه شيئا ولا أبدله. فأذن له سليمان عليه السلام أن يأتي بالعرش. فلما رأى نبي الله سليمان العرش مستقرا عنده شكر الله عز وجل، وقال سليمان لأعوانه: غيروا عرش ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته لنرى أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني طلب منهم إن هم يغيروا شكل العرش شوية عشان لما تشوفوا ما تعرفوش. فلما أقبلت ملكة سبأ إلى سليمان في مجلسه قال لها: أهكذا عرشك؟ قالت: إنه يشبهه. فظهر لسليمان أنها أصابت في جوابها، وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سيدنا سليمان عليه السلام، وسبب منعها عن عبادة الله وحده إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين. لكن غير كده فهي ليها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. فأراد سيدنا سليمان إن هو يوريها حاجة مش من صنع البشر، فأدخلها القصر، والقصر ده كان صحنه من زجاج تحته ماء. فلما شافته افتكرت إنها مية، مش فاهمة إن ده إزاز وتحته مية، فكشفت عن ساقيها، يعني شمرت رجلها علشان تخوض في الماء. فقال لها سليمان: إنه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته. فأدركت وقتها عظمة ملك سيدنا سليمان وإنه ليس بملك وإنما نبي من عند الله عز وجل. وقالت: رب إني ظلمت نفسي
بما كنت عليه من الشرك. وقيل إن سيدنا سليمان عليه السلام تزوجها، والله أعلى وأعلم. ربنا سبحانه وتعالى ادى لسليمان بجانب النبوة والملك اداله القدرة على الحكم بين الناس بالعدل بفطنته وذكائه. ففي زمن داوود قبل ما يكون سليمان ملك كان عمره وقتها 12 سنة. راح 2 من المختصمين لنبي الله داوود، واحد عنده مزرعة والتاني عنده أغنام، وكانوا الاتنين جيران. وكان لما يجي الليل الشخص اللي بيمتلك الأغنام كان بيقفل عليهم علشان الأغنام ما تروحش تاكل من المزرعة اللي عند جاره. لكن في ليلة من الليالي نسي إن هو يقفل على الأغنام، فالأغنام خرجت فعلا وراحت كلت من المزرعة. فما الحكم في هذه القضية؟ وقتها حكم داوود عليه السلام بإن صاحب المزرعة ياخد أغنام الرجل. فلما خرج الرجلان من عند سيدنا داوود قالوا الحكم لسيدنا سليمان. فرجع سيدنا سليمان إلى سيدنا داوود عليه السلام فقال له: أو خير من ذلك يا نبي الله؟ قال: ماذا؟ قال: تعطي الغنم لصاحب المزرعة وتعطي المزرعة لصاحب الغنم يزرعها حتى ترجع كما كانت، وخلال هذه الفترة يستفيد صاحب المزرعة من الأغنام. فإذا رجعت المزرعة كما كانت هذا ترجع إليه المزرعة وهذا ترجع إليه أغنامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلامة فأخبرتاه، فقال: آتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. خليني أوضح لك الحديث ده بالعامية عشان لو حد ما فهموش. كان في امرأتين كل واحدة فيهم كان عندها ابن، جه ذئب وأكل ابن الامرأة الأولى. فالامرأة الأولى راحت للامرأة التانية وقالت لها إن الذئب أكل ابنك انتي علشان تاخد ابنها، والامرأة اللي ابنها اصلا معاها قالت لها لا ده اكل ابنك انتي. فالاتنين راحوا لنبي الله داوود. الفكرة ان الامرأة اللي الذئب اكل ابنها هي الكبيرة في العمر، فحكم نبي الله داوود للامرأة الكبيرة في العمر ان الولد الموجود هو ابنها. فلما راحوا لنبي الله سليمان قال: دوني سكينة اشقه بينكما، يعني اقتل الابن واقسمه ما بينكم انتوا الاتنين. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. خافت على الولد فقالت لا ده هو ابنها. فعرف وقتها نبي الله سليمان ان الصغرى هي امه علشان قررت تضحي بيه بدل ما يموت. قال ابن الجوزي: اما داوود عليه السلام فرأى استواءهما في اليد فقدم الكبرى لاجل السن، واما سليمان عليه السلام فرأى الامر محتمل فاستنبط فاحسن، فكان احد فطنة من داوود، وكلاهما حكم بالاجتهاد. لان لو كان نبي الله داوود حكم بالنص يعني بامر ربنا سبحانه وتعالى فما كانش نبي الله سليمان يقدر يحكم خلاف حكمه، ولو كان ما حكم به نصا لم يخفى على داوود. والحديث ده بيدل على ان الفطنة والفهم موهبة لا بمقدار السن. من أعظم ما فعله الملك سليمان عليه السلام إن هو جدد بناء المسجد الأقصى، فالذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب نبي الله عليه السلام. عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 سنة، ثم حيثما أدركتك الصلاة صلي فهو مسجد. فلما حكم الملك سليمان جدد المسجد الأقصى وبنى معاه هيكل سليمان عليه السلام، وده كان مقدس عند اليهود وما زالوا بيدوروا عليه لحد النهارده. ولما فرغ سليمان بن داوود من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحدا لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطاهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في موت نبي الله سليمان عظة وعبرة، وده لأن الناس وقتها فتنوا بالجن، فأراد الله عز وجل أن يخبرهم إن الجن ما بيعرفوش الغيب. ونبي الله سليمان عليه السلام كان بيتعبد جوه بيت المقدس كتير، وكان بيعتكف أوقات بالشهور أو أكتر، وكانوا الجن مش بيقدروا يدخلوا عليه لأن هم لو دخلوا بيتحرقوا على طول. فلما حس
أحس نبي الله سليمان بموته دخل يعتكف كعادته، وتوفاه الله وهو قائم يصلي وساند على العصا، وبيقال وقتها إن كان عمره 52 سنة، والله أعلى وأعلى. وفي الوقت ده الجن كان بيبص على نبي الله سليمان من زاوية مخفية داخل المسجد، وكانوا فاكرين إن سيدنا سليمان بيصلي ويتعبد وأنه مازال على قيد الحياة. وفضلت الأمور ماشية والكل بيشوف الواجبات اللي المفروض يعملها من الجن والحيوانات خوفا من نبي الله سليمان، لأن هم كانوا فاكرين إن نبي الله سليمان عايش. وفضلت الأمور كده شهر واتنين وتلاتة، وبيقال سنة كاملة وهم بيشتغلوا وفاكرين نبي الله سليمان عايش. وطبعا مفيش أي حاجة لمست جسمه عليه السلام، لأن احنا عارفين إن الأنبياء أجسامهم بتفضل زي ما هي بعد الموت، وده كله بأمر من الله عز وجل. طيب امتى عرفوا إن هو مات؟ عرفوا إن هو مات لما جت دبة في الأرض بتأكل العصا، وبدأت تأكل في العصا بتاعت نبي الله سليمان اللي هو كان ساند عليها. فلما الدابة أكلت العصا وقع نبي الله سليمان على الأرض، وفي الوقت ده دخل الخوف على قلب الجن، وفهموا إن نبي الله سليمان مات، وإنهم ما يعرفوش ما في الغيب، لأن هم لو كانوا عارفين إن نبي الله سليمان ميت ما كانوش كملوا في العمل الشاق خوفا منه. ودي كانت معجزة وفاة سيدنا سليمان الحكيم عليه السلام. يقول الله عز وجل في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفي الآية دي طالع عقاد بعض الناس إن الجن بيعلموا الغيب، لأن هم لو كانوا بيعرفوا الغيب كانوا عرفوا بوفاة سيدنا سليمان وما كانوش كملوا في شغلهم اللي هم كانوا مذلولين فيه. ومرت الأيام على بني إسرائيل وانحرفوا عن دين الله عز وجل، وكانوا قد فقدوا التوراة ونسيوا الكثير من الآيات. ودي كانت نهاية قصة نبي الله سليمان عليه السلام. طالما وصلت لحد هنا شكرا جدا، وأتمنى إنك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا إنك اتفرجت على الفيديو. سلام.